السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، كل باسمه وصفته، ما عدا المسؤولين حقنا. المسؤولين اليمنيين لا سلام عليهم ولا رحمهم ربي ولا طرح لهم بركة. المهم موضوع أمس، موضوع محسن العزي. دي نشرنا الفيديو حقه أمس وعملنا تعقيبا عليه بث مباشر. اليوم ادوره في صفحتي ما ادري ما مسح البث المباشر. المهم هذا الانسان يتواصل معي جاره، ما يتواصل معي هو نفسه، جاره هو ما معه تلفون، وترك اتواصل معي قبل شهر واعطاني التقارير حقه وصور رجله محتاج الى عمليه، وامس رسل لي الفيديو حقه. اقسم بالله من امس وانا مصدع عندما شفت من يوم شفت الفيديو حقه وشفت كلامه، اوجعني كلامه. لكن ايش نسوي؟ نشرنا الفيديو حقه امس وناشدنا فيه مناشده لأهل الخير، ومن يحب الخير يتساعدوا معه. الى الان ما قد شيء. تواصل معي واحد رسل 5000 ريال. والمهم يعني ايش يسوي هذا الآدمي؟ واليوم يتواصل معي قال الرجال في حاله مسكين تعب، وما انه هم علي. لكن ايش نسوي؟ ما بيدينا حيله. ايش نفعل؟ والشعب كله مقهور ومغلوب، الشعب اليمني. لكن احنا نتألم، والذي هم المسؤولين على هذا الشعب ومتحملين مسؤوليته والله ما هم دارين اين الشعب. واحنا نهم ونتألم، ولا عاد احنا يعني مثل الشعب، من سير الشعب، يعني بواطل علينا جمعة. لكن المسكين هذا البسيط مثل دي الشخص دي مريض محتاج عملية، يعني حالته تعبه ولا مع شيء. هذا ما هو، هذا عاده زيادة، يعني قهر. أين يصير؟ وش يسوي؟ المهم ناشدنا ما بش، قلنا لكم تواصل معنا واحد رسل 5000. المسؤولين التجار حقنا اليمنيين قدهم ضابحين. ما بالكم في المسكين أو المواطن البسيط؟ التاجر قدو ضابح باقر، سواء في شمال اليمن أو جنوبه. التاجر قدو باغر، سواء تحت سيطرة صنعاء ولا تحت سيطرة عدن ولا 5000 حكومة ولا حكومة مارب، ولا المواطن يعاني ويموت قهر، مقهور ومغلوب. المواطن اليمني من شرق اليمن لا غربه يموت ويعاني قهر، مقهور ومغلوب. هذا الأوضاع وهذا الأمور ما خرجونا لا طريق. شعب لا مرتبات ولا شيء، شعب يعاني. وهم التاجر ضرائب، جمارك، في النقاط، خلص، في عدن، في مارب، في صنعاء، أن ما كان ما بش رحمة. ضبحوا التاجر، بقروه من الدنيا. ما عاد لا مثلا ناشدته ولا نشرت لهم من الحالات الإنسانية، ما عاد قلتوا ضابح التاجر باغر. ضبحوه من الدنيا، ضبحوه من الحياة. كيف بالبسيط؟ كيف بالمواطن البسيط؟ كيف يا جماعة؟ ما يعرفوا، يعني عدوان. الشعب يموت، أقل شيء عالجوا المريض، اتقوا الله. احنا الحين الحكومات هؤلاء كل واحد 5000 حكومة. أنتوا حكومات عالجوا المسكين، عالجوا البسيط. مثل هذا الإنسان مريض أين يسير؟ أين يودي نفسه؟ أزعجنا اتصالات، قطع قلوبنا يعني بحالته. عالجوه، دخلوا أي مستشفى عالجوه. أقل شيء هو وغيره صابر على مرتبه، صابر على الوضع، صابر على السياسة، صابر على الجن، ولا يتكلم. لكن مرض عالجوه، أقل القليل. لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعبنا يعني جالسين في البحر لا سلام 3 سنوات واحنا في سلام مع السعودية، مكنتونا العدوان الصهيوني. الآن حبايب احنا والسعودية 3 سنوات، اين معاشات المواطنين؟ اين معاشات الناس؟ الشعب يهلك، الشعب مريض، الشعب ما يمرض ما يقدر يشتري علاجه، المواطن اليمني حالته زفت. الحين جالسين انتجوا سياستكم، كملوا، خارجوا الناس، قرحوا أمها حرب لا توقف، يا نحيا نعيش يا نموت، يا نعيش يا نموت. هذا الخطوة البطيئة هذا تعب، والضحية الشعب. أما المسؤول ما هو داري كم الزلط حقه وكم مسؤولين كلهم في الجن في عدن في مارب في صنعاء. ما المسؤول ما هو هم شيء مرتاح، لكن المواطن يهلك. خارجوا الناس، ولعوا ما حرب تحرق، يا نكون يا لا نكون، يا يعيشوا الناس يا يموتوا قد يموتوا وحده، بدل ما يموت مريض ما قدر يتعالج قد يموت في حرب. أمانة تعبنا أمانة، أقسم بالله معي يعني من أمس إلى الآن يمكن 5 صلوات أو أكثر من 5 صلوات، أكثر من 5 صلوات. يعني من جاره يقول لي الرجال متعب، ايش اسوي له انا؟ قلنا يا اخي نشرنا حالته، ايش ازيد افعل له انا؟ التجار كما قلنا لكم قلتم ضابعين باغرين، ديهم ما لهم شيء من المعاملات، من ما يواجهون المعاملات. يلا يقول لك ما عاد يدور ربح، يحافظ على راس المال، الضمار لا يروح. هذا التاجر، ما بالك بالبسيط المواطن مثل هذا او غيره يموت واحنا قد احنا ساكتين. لكن يعني الناس طالت الامور، طولت الامور، والشعب يهلك. الى متى؟ خارجوا الناس. لو اقل شيء قلنا لكم، لو عاد انتم تنظروا للمواطن البسيط الذي يمرض، ماشي انه مريض ولا تعالجوه، واذا قال اشتي راتبه ولا يشتي احنا بعدوان، وين؟ خارجوا الناس يا خلق الله. مواطن اليمني في جحر الحمار، في عدن، في مهرة، في الجن، في صنعاء، في دمار، في الجوف، في صعدة. اتقوا الله. نتمنى انها وصلت الرسالة. وهذا شوفوا من ضيق امانة، قلت لكم اكثر من 5 صلوات من امس الى الان من هذا الشخص المسكين. وشوفوا الفيديو حقه في المنشور حق امس، يعني فيديو يقطع القلب. تحياتي.